كنت بكلمه بقول له انت فين، وهو قدام عيني بيقول لي انا على السرير، وهو قدام عيني مع بنتي. بيبيع الصاحب عشان بنات. هو انتوا صحاب محدش فيكم بينفع حد، كلكم عبايظ. مين اجدع صاحب ليه؟ بص، هو واحد بس اللي طلعت بيه بالدنيا، غير كده كل الصحاب دول تحت رجلي. انت اكيد مجرب في حياتك كلها شباسي. كل الصحاب ما يطلعوش من رجلك، كل الصحاب. كلها. طب اقول لهم كلمه كده. هو انتوا صحاب فشل ومحدش فيكم بينفع حد، كلكم عبايظ. اللي بيع الصاحب عشان نسوان، هو كيفه حريم، واللي كيفه فلوس، اللي كيفه ايفون، اللي كيفه عربيات. فكل صاحب بقى بكيفه. نصيحه من الاخ لاخوه، اطلعوا بالدنيا دي بواحد او اتنين جدعان احسن من 100,000 خايب. انا عايزك تحكي موقف كده مثلا حصل معاك، اي موقف انت حصل معاك مثلا مع واحد صاحبك. كلهم حاميه. كنت بكلمه بقول له انت فين، وهو قدام عيني بيقول لي انا على السرير، وهو قدام عيني مع بنتي. موقف تاني مثلا كنتوا انتوا مثلا ايه خارجين مثلا تعملوا حاجه، او بتكلموا مثلا بتكلم واحد صاحبك تقول له يلا بينا احنا خارجين النهارده رايحين نعملوا ولا نعملوا، فاهم؟ بس كان موقف فعلا مش رجوله. اخر يوم امتحانات كنا خارجين، فالمعلم جمع صحابه وقام طالع عشان قعدة حريم، وسابنا انا وكام اخ ليا. قال لكم ايه بقى؟ لا، خلع مننا بقى. انا رايح اعمل واخلي واجي تاني، دي جت ساعه 2 3 ما لقيناهوش. اشوف انتوا كفر اصلا عبده مع نسوان، يبقى دي خيانه ولا مش خيانه؟ تخيل دي يا بقى. جدعان انا عشان كده بقول لك كلها اصحاب اونطه، كلها اونطه وكلها طلعش من الرجل. انا عايز موقف تالت بقى عشان المواقف دي. برافو يا نادر، انا فخور بيك. يعني اقول لك، انا مره كنت فاهم في المستشفى وتعبان وخلاص بقى، فاهم، وعايز فاهم ملمين عشان تعبان. يقول لي معيش مش معيش. تاني يوم اشوفه معاه بوكس هدايا وراح يديها هدايا. اديك انت شفت بقى، تخيل انا حسيت بيه. هو واحد بس طلعت بيه، وده مش هقول لك صاحبي بقى، ده اخويا وحته مني خالص. لا لازم توجه له كلمه قدام الكاميرا. انت نور عينا يونس وحته مني، وربنا ما يحرمنيش منك يا عم. ربنا يا عم يديم صحابيتكم 100 سنه.